السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم بيوم جديد بحلقة جديدة على قناتكم ميكس سبورت. اليوم راح نحكي عن قرعة منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة. القرعة ضمت 16 منتخب طبعا في المملكة العربية السعودية يلي راح تصير بين 7 و 25 كانون المقبل. القرعة ضمت أفضل 16 منتخب طبعا على مستوى آسيا تحت 23 سنة. راي لكم المنتخبات تقسمت لأربع مجموعات، كل مجموعة فيها أربع منتخبات. المجموعة الأولى ضمت المملكة العربية السعودية مستضيفة البطولة، فيتنام، الأردن، وكيرغستان. هي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي ضمت المنتخب السوري ضمت اليابان، قطر، الإمارات، والمنتخب السوري. المجموعة الثالثة ضمت أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران، والمنتخب اللبناني. المجموعة الرابعة ضمت المنتخب العراقي، والمنتخب الأسترالي، والمنتخب التايلاندي، والمنتخب الصيني. منجي على حظوظ منتخبنا السوري يلي ضمته مع المنتخب الياباني متصدر المجموعة بالمستوى الأول، والمنتخب القطري، والمنتخب الإماراتي. يعني المجموعة يعني ما إنه نارية مثل ما هلا بالشارع الرياضي عم يحكوا. لا أقول لك ليش. المجموعة يعني عادية، تمام؟ لأني أنا رايح أعطيك ليش إنه عادية. المنتخب الياباني نحن كعبنا عالي عليه بمنتخبات الشباب والأولمبي، نحن كعبنا أعلى منه. المنتخب القطري مستوانا قريب عليه، والمنتخب الإماراتي كمان. يعني عنا حظوظ نحن ندخل على مباراة اليابان نتعادل أو ناخذ 3 نقاط ونكمل بعدين. يعني الكلام عليها مباراة المنتخب الياباني. يعني هلا إذا نقارن مجموعتنا بمجموعة المنتخب اللبناني يلي بتضم أوزبكستان وكوريا الجنوبية وإيران، المنتخب معناتها اللبناني إيش يحكي. هي مجموعة منقول عليها حديدية، مجموعة نارية، مجموعة مين ممكن يطلع منها؟ المجموعة اللي بتضم المنتخب اللبناني مو المنتخب السوري. طبعا المنتخب السوري مبارياته أنا برأيي متوسطة، أنا بوجهة نظري متوسطة أو فوق المتوسط بشوي. يعني في عنا حظوظ إنه نطلع في المركز الثاني، أنا هذا اللي بتوقعه. ويلي معي بالتوقع يشاركني بالتعليقات بهذا الموضوع. تمام؟ لا تنسونا من زر اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.